عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله المنين بالملبن وجوز الهند. بجد جربوه تحفة، هيعجبكم جدا جدا جدا. يعني بحاجة بسيطة كده، 400 جرام دقيق، يعني بما يعادل كوبايتين كبار. هقول لكم كل التكات بتاعته. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل منين بالملبن. هنعمله بطريقه حلوه قوي، وب 400 جرام دقيق يعني. هقول لكم المقادير بالجرام، واقول لكم المقادير بالكوبايه في صندوق الوصف. يلا بينا هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه معايا ايه؟ معايا اهو كوبايه سمنه كبيره، يعني حوالي الكوبايه دي 250 جرام. تمام كده، دي 250 جرام سمنه، يعني عندي كوبايه كبيره اهو. و250 جرام ميه. تمام كده. و400 جرام دقيق، و10 جرام خميره، و20 جرام سكر حبيبات. بس كده، هي دي المقادير بتاعتنا. يلا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه. الحاجة بقى، انا عندي هنا هعجن في العجان، ممكن تعجني طبعا على ايدك. هحط المية وهحط الخميرة وهحط السكر كمان الحبيبات، وهقلب بالمعلقة او الاسباتيولا تقريبا بسيطة كده. وبعد كده هنزل بالسمنة بتاعتي. زي ما قلتلك السمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهنزل لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرامات. تمام كده. وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. طبعا الدقيق يكون لجميع الاستعمالات او للبسكوت والكحك، يعني للنواشف. وهقلب بقى كده بالعجان. طيب انا دلوقتي هنزل اللي على الجوانب كده، الدقيق اللي هو على الجوانب ده، علشان كله كده يختلط مع بعضه. طيب انا دلوقتي لو عجنتها وحسيت ان العجينه لسه سايله معايا خالص كده، هلمهم بايه؟ هلمهم بشويه دقيق، يعني حوالي دقيق قد ايه؟ نص كوبايه دقيق، او معلقتين من اللي هما الكبار قوي، معلقتين هرميين كبار كده دقيق، يعني بما يعادل نص كوبايه. لو لقيتي العجينه بتاعك لسه سايله ولسه ما لمتش في ايدك او في العجين. بس انا عايزه العجينه بتاعتي تكون طريه، ما تكونش قاسيه. يعني شايفين ان هي طريه ازاي، ولكن ما بتلزقش في الايد، ما بتبصمش على ايدي. خلاص انا هرش بقى على الرخامه كده شويه دقيق، وهسيب العجينه بتاعتي ترتاح لمده 3 دقايق بس. بعد ما العجينة ارتاحت 3 دقايق، هقسطها بقى طواق كده. وبعد كده بعد ما قسطها طواق، هقطعها بقى قطع صغيرة كده، والفها كور، كل كورة حوالي 70 جرام. وخلي الكور كلها مقاس واحد علشان تاخد سوا، المنين ياخد سوا واحد. تمام، يعني كل كورة من دول 70 جرام. بعد كده هجيب الملبن، ولازم يكون الملبن بتاعك نوع نضيف، لان في ملبن بيعضم وبيبقى بينشف منك في المنين او القراقيش او في اي حاجه انت مستعمله الملبن فيها. طبعا عايزه تقللي الملبن، عايزه تكتريه، بس هنا انا بصراحه مكتراه فبيخلي طعم المنين حلو كده. اول حاجه هفرد بقى اول كوره كده، وهحط قطعه الملبن اللي انا عاملاها رول كده، وهقفل من الجوانب. وبعد كده هلف القطعة زي الرول كده. تمام. اهم حاجة في الخطوة دي ما تبينيش الملبن خالص، لان طبعا لو بان هينشف منك وهيعضم جوه قطعة المنين. قفلت اهو من الجوانب، قفلت كويس، وبعد كده قفلت عليه زي الرول كده. تمام، سهل خالص. طبعا الخطوات دي مش محتاجة كلام، يعني هي الخطوات شرحة نفسها. وقفلتها زي الرول كده. بعد كده بقى هحط الرولات دي في صينية كده، وهسيبهم برضو يرتاحوا 3 دقايق تانيين. تمام، دي تاني مرة يرتاح فيها العجين. بعد ما ارتاحوا بقى 3 دقايق، عندي جوز هند مبشور ناعم،
هحطه بقى كده افرده على الرخامة، وهفرد الرولات بتاعتي في جوز الهند. طبعا ما لفتش، فدخلت جوز الهند كده على ما لفتها زي الرول ببطن ايدي كده، ما ترفعهاش قوي. وبعد كده هغطسها بقى او هغطيها بجوز الهند اهو. انا كده او فردتها ببطن ايدي، وبعد كده بقى افرد جوز الهند، اغرقها كلها جوز الهند، اغطسها فيها كده، اغطسها في جوز الهند. تمام كده. استنوا برضو المنين بالعجوة هعمله لكم برضو تحفة جدا. بعد كده بقى هجيب صاج، اي بقى صاج عندك. طبعا هو جوز الهند مش هتخلي الرول يثبت في الصاج، فهجيب حتة زبدة، اي حتة زبدة عندك، كريستال، جنة، اي حاجة، وهدهنها او فرن حتى، وهدهن الصاج بتاعي بحتة الزبدة كده علشان يثبت الرولات اللي هي بجوز الهند دي. لان جوز الهند هيخلي مش هيثبت الرول، هيخليه يجري في الصاج. هعمل بقى واحد غيره اهو، وهعمل بقى كل كمية بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا وما خدش وقت معايا. خلاص انا حطيته بقى في الصاجات بتاعي اهي. هسيبهم بقى يرتاح، دي تالت مرة يرتاح فيها، هسيبه يرتاح ربع ساعة. ودي كانت تالت مرة العجين يرتاح فيها. انا ما بخمروش، انا بسيبه يرتاح، بس هو مش محتاج اصلا تخمير. بعد ما سبته يرتاح ربع ساعة، هقولك بقى على طريقة التسوية بتاعته. انا هشغل الفرن على درجة حرارة، عندي تايمر 220، وهشغل المروحة عشان توزع لي الحرارة بتاعتي. طيب انا ما عندي في الفرن بتاعك مثلا ما عندكيش مروحة وما عندكيش تايمر، هتعملي ايه؟ هتشغلي الفرن على درجة اعلى درجة وتسخنيه جدا، وبعد كده تحطي الصاج المنين في الصفة اللي في الوسط، وتهدي النار شويه، تخليها وسط كده. طيب لو خد مني لون من تحت وما خدش لون من فوق، هعمل ايه؟ احطه في الرف اللي تحت الشوايه مباشره، وبس مش هشغل الشوايه، وعلي نار الفرن من تحت على اعلى درجه. هنا كده درجه الحراره هتتوزع وتخليهولك يحمر من تحت ومن فوق، وهيبقى لونه ذهبي وجميل. وهوريهولكم ان شاء الله اول ما يخرج من الفرن. اول ما خرج معايا من الفرن اهو، انا قطعته بقى كده بالسكينه، وبيتقطع معاكي بكل سهوله. يعني ما تقلقيش، ما تقوليش مثلا هقطعه قبل ما يدخل الفرن، لا، هو بعد ما يدخل الفرن ويخرج. انا هنا بقى سويته وكان لونه ذهبي وجميل، طلعته قطعته على طول، هو لسه خارج دلوقتي ولسه سخن حتى. بس كده، جربوا الطريقه دي بجد والله هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم. عايزه اقول لكم بقى ريحه الشقه كلها كانت ريحتها جوز هند كده، ومع ريحه الملبن مخليه ريحه الشقه حلوه قوي. قوليلي بقى جربتي ايه، وصفه ايه من اللي انا عملتها، وصفه بيتزا او اي وصفه انا عملتها. وان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير، هعمل وصفات كتيره جدا هتعجبكم. وقولولي لو وصلتوا لهنا بتتابعوني من اي بلد، وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. ولو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، هنعمل حاجات جامدة جدا. بس بالله عليكي لو انت وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك، ترفعي لي بس الفيديو، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. وان شاء الله يا رب تكون وصفاتي كلها عجبتكم، وانا بجد يعني مش بتضايق خالص من الكومنتات السلبية، وبفرح جدا بالكومنتات بتاعتكم. ان شاء الله جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي. وبجد والله يعني حاجة كده نواعم كده، يعني لا طرية ولا ناشفة، يعني حاجة كده مش عارفة لا ايه، بس طعمها حلو جدا جدا والله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب الولاد جدا جدا، مع كوباية بقى شاي بلبن، كوباية نسكافيه، كوباية شاي. بصوا بجد وصفة تحفة. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.